الجزائر والبوليزاريو ليستا مرتاحتين لقرار الأمم الأخير بشأن قضية الصحراء المغربية، ويظهر ذلك من خلال التصريحات التي صدرت عقب استقبال وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة القيادي بالبوليزاري محمد سالم ولد السالك، حيث أعاد تكرار أسطورة الصحراء بكونها قضية تسوية استعمار، وكذلك تسويق مقولة حق تقرير المصير. وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية إن العمامرة استقبل محمد سالم ولد السالك، مضيفا أنهما قد بحثا مستجدات النزاع حول الصحراء والجهود المبذولة لاستئناف المسار الأممي، وأن الوزير العمامرة قد جدد دعم الجزائر لأطروحة البوليزاريو بخصوص هذا النزاع الإقليمي. وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد قرر مؤخرا تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام كامل، مع تأكيده مرة أخرى على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وجددت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة في هذا القرار دعمها للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب في 2007، باعتبارها أساسا يتسم بالجدية والمصداقية كفيل بإنهاء النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، كما نصت على ذلك قرارات مجلس الأمن.